السلام عليكم. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في فلوج صغير عن 3 حاجات انا اتعلمتها من مراتي و3 حاجات مراتي اتعلمتها مني. ولو في اي حاجه عايزيننا نتكلم عنها في الفلوج الجاي قولوا لنا في الكومنت. اولا هي هتحاول تتكلم بالعربي النهارده، فلو في حاجه فلو في حاجه ما قالتهاش بشكل واضح انا هعدلها. ممكن تقولي 3 حاجات انت اتعلمتيها مني. Drei Sachen, die du von mir gelernt hast, während unser أنا اتعلمت أعمل أكل. رقم 1 تعملي اكل. تمام. زي ايه؟ زي أي حاجة يعني يعني sagt dazu, weil ich war 17, ich konnte gar nichts. ماشي. زي ايه يعني؟ تقدري تعملي ايه؟ الحاجات اللي بتحبيها مني؟ ايه الحاجات اللي بتحبيها تاكليها مني وتعلمتيها؟ يعني زي كشري، فول وطعمية، ملوخية، يعني كله مصري. مصري كل الاكل المصري. الاكل المصري. yeah. تمام. دي اول حاجه، الاكل. وافضل حاجه بالنسبه لها الكشري والفول والطعميه والبتنجان والملوخيه. تاني حاجه في الاكل ولا لا؟ تاني نقطه بقى. ماشي. Ja, das weiß ich nicht. Mit selbstbewusst, yani. Selbstbewusst? Ja, yani du und deine Brüder, mashallah, ihr wurdet alle sehr selbstbewusst erzogen. تمام. هي قصدها رقم 2 ان هي اتعلمت الثقه بالنفس. ان انا واخواتي عندنا ثقه بالنفس بشكل واضح، وهي اتعلمت ده مني. الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. Wie zum Beispiel, sagt eine Situation oder irgendwas dazu. Nee, dass ich nicht die Situation von anderen oder so, mich muss nicht interessieren, ob andere mich mögen oder was auch immer. Ich soll zu dem, was ich stehe, soll ich sagen, so wie du, Yani. Du kannst den Leuten ins Gesicht sagen, was du denkst. تمام. قصدها هنا في الكلام ان يعني زي مثال على كده ان انا ما بيهمنيش الناس بتتكلم ازاي في ظهري او بتقول ايه او رايها فيا عامل ازاي. ودي حاجه هي اتعلمتها مني. ان انا امشي في حياتي بالشكل اللي انا عايز اعيش فيه او الشكل اللي انا عايز اعيش فيه بصرف النظر هيعجب مين ومش هيعجب مين ومين بيقول ايه وازاي. رقم 3 كل حاجه في الاسلام. اتعلمت مني حاجات عن الاسلام. تمام. like what؟ فهم في الحديث. تمام. آيات القرآنية تفسيرها. die Beschreibungen, Erklärungen. Ja. So? Und solche Sachen, was so verbunden ist, Kultur mit Religion, wie zum Beispiel sich um die Nachbarn zu kümmern oder wenn jemand krank ist, diese. تمام. اتعلمت 3 حاجة اللي هو حاجات كتير عن الإسلام. طبعا يعني ممكن ما تكونش اتعلمتها من الكتب او ما قريتهاش او ما شافتهاش او ما احتكتش بيها. حاجات كتير عن علاقة الجيران ببعضها، حاجات كتير عن احاديث بحاول افسرها، وايات من القرآن في بعض المواقف اللي احنا بنقع فيها او بعض المواقف اللي بنشوفها في حياتنا وربطها بالقرآن وازاي بنتعامل فيها في الاسلام يعني. تمام. فاشل بشوف مني. الله يخليك. شكرا. الحاجة لو هكلمكم بقى ايه لو هنتكلم بقى عن ال3 حاجات اللي انا اتعلمتهم من مراتي. فاول حاجه ودي اهم حاجه العطاء. اتعلمت منها العطاء. هي عندها ما شاء الله قوه في العطاء من غير ما تنتظر اي حاجه يعني. ودي حاجه مش اي حد، مش اي نفس بشريه هتقدر عليها. انا اتعلمت منها في خلال السنين اللي فاتت ان فعلا الواحد يقدر يعطي من غير ما يكون بيفكر حتى ان هو ينتظر اي شيء من الناس اللي حواليه يعني. وهي كده، ودي حاجه من الحاجات اللي عجبتني فيها جدا 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 حتى من قبل ما نتجوز. رقم 2 البساطه.
هي بسيطه جدا في حياتها. انا زوجتي اتعلمت منها ان هي ممكن تنبسط وممكن فعلا تعيش لحظات سعاده وتعمل ذكريات جميله من غير النظره اللي هي الماديه دايما البحته، والنظره الاقتصاديه للشاب او للراجل كزوج في حاجات كتير او في دول كتير موجوده بشكل بقى مزعج. فهي خلتني احس دايما ان باقل الحاجات الصغيره او باقل شيء بتنبسط وبيبان عليها، وكلنا بنبقى يعني مبسوطين بالحاجات دي كلها. ودي حاجه اتعلمتها منها، مش شرط ان الواحد يبقى مبسوط ويبقى سعيد بالحاجات الماديه بس، لا، الواحد فعلا ممكن يبقى مبسوط وسعيد بالحاجات الصغيره اللي حواليه اللي بتصنع منه ومن حياته ومن يومه ذكريات جميله جدا. ودي عندها ما شاء الله عليها. الحاجه الثالثه مناخيرها معايا. الحاجه الثالثه الصراحه. بطبيعتها كألمانيه الصراحه عندها في دمها، يعني في ناس بتخاف انها تتكلم بصراحه او ان هي تقول الصراحه وهي بتتكلم مع اللي قدامها، سواء كان جوزها، صديقها، اخوها، زميل، الحاجات دي كلها. هنا في المجتمع، وهي واحده من المجتمع الالماني طبعا، الصراحه مش معناها ان هي تكون قاسيه، مش شرط ان هي تقول لي الصراحه وهي بتتكلم معايا انها تكون قاسيه معايا. بالعكس، الصراحه بتتقال بس بشكل محترف او بشكل طبيعي، ان هو ما يجرحش الشخص اللي حواليك او الشخص اللي بتتكلم معاه. ودي برضو حاجه اتعلمتها منها، ان دايما في كل علاقاتنا وكل كلامنا مع بعض يبقى في شيء لا نهائي من الصراحه في الكلام، وده بيريحني انا نفسيا وبيريحها هي كمان. وبكده نبقى اتكلمنا في 3 حاجات، يعتبر اول فلوج في الفكره دي، كل واحد اتعلم من التاني ايه. يمكن في حاجات تانية تظهر وفي حاجات كتير اكيد اتعلمناها من بعض. فلو عجبكم الفلوج اعملوا لايك وشير، واكتبوا لنا في الكومنتس لو في اي فكره عايزيننا نتكلم عنها في الفلوج الجاي.